أول تعليق من حسام حسن بعد فوز الأهلي على الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. علق النجم المصري حسام حسن وأدلى بتصريحات صحفية خاصة لموقع القاهرة الرياضي بعد انتهاء مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي ب2-0. قال حسام حسن: مش هقدر أقول مبروك على الفوز دلوقتي بسبب هدف الوداد القاتل اللي اتسجل في مرمى الأهلي. المباراة كانت ماشية كويس جدا، ولكن أنا زي ما بشيد بكولر ليا لوم عليه بسبب هدف الوداد. آخر ربع ساعة في الماتش كان لازم يعمل تغييرات في نص الملعب، لأن كان واضح جدا الإرهاق على حمدي فتحي وديانج. كان لازم ينزل السولية أو محمود متولي في نص الملعب ويلعب الربع ساعة الأخيرة على المرتدات. كان ممكن جدا ما يستقبلش ويسجل الثالث كمان، لكن كولر كان متحفظ زيادة عن اللزوم. عموما النهائي لسه في الملعب، والأهلي أنهى مباراته بفوز مش بتعادل أو بخسارة. على النادي الأهلي ينسى مباراة النهاردة ويفكر هيعمل ايه في مباراة الإياب في المغرب، لأن الأهلي لازم يسجل هناك تجنبا لسيناريو 1-0 لا قدر الله.